بعض البنات بتعتقد انها ما عندهاش ارادة ومش هتقدر تقويها كمان، وده في الغالب بيبقى بسبب انها بتاكل بشكل اوتوماتيك. يعني ايه؟ انا رحت فتحت التلاجة وجبت التورتة واكلتها وما فقتش غير وانا مخلصة نصها، او انا فتحت كيس التشيبس وما فقتش غير وانا مخلصاه. خليني اقولك ان الاكل مش بيحصل بشكل اوتوماتيك. الهضم بيحصل بشكل اوتوماتيك، ضربات القلب بتحصل بشكل اوتوماتيك، انما الاكل لا. قبل ما تاخدي الاكشن بانك تاكلي، دايما بيكون في قبلها فكرة دايرة في دماغك، حتى لو انتي مش واعية بيها. الفكرة ممكن تبقى فكرة بسيطة جدا زي انا هروح اكل من التورته. في الكورس بتاعنا بقى هنتعلم مع بعض ازاي نميز الافكار دي، خصوصا الافكار اللي بتوقعنا وبتخرجنا عن مسيرتنا وخطة سيرنا، واللي غالبا بيبدأوا بحاجة زي ايه؟ يعني مش هيحصل حاجة لو اخدت حتة من البسبوسة دي، اصلها هتخلص ومش هلحق اكل منها، او احنا في موسم ومش هلحق اكل من الاكل ده تاني، وغيره اللي اكيد مرت عليكي زيهم واكتر في الماضي. وعلشان انتي ما تعلمتيش ازاي تلقطي الافكار دي وتكوني رد الفعل المناسب ناحيتهم، في الغالب قادتك انك تبعدي عن خطتك اللي انتي حطاها لاكلك، ودخلتي في السايكل بتاعة الاحباط والاستمرار في البعد عن الخطة، بل اللي بتوصل في بعض الاحيان انك تتركي الدايت كله، وساعتها بتشعري بالحزن والضعف وعدم السيطرة وقلة الحيلة، وترثي حالك ولنفسك. احنا هنتعلم مع بعض ازاي نرد على الافكار دي، ونحضر نفسنا ليها مستقبلا بتدريبات عملية يومية، لحد ما نتقن اللعبة دي تماما ونغلبها، بل ونستمتع بمحاورة افكارنا دي كمان، لاننا هنحفر مسارات تفكير جديدة في دماغنا، وهنشغل برنامج جديد غير اللي تعودنا عليه في اللاواعي، وندربه على انه هو اللي يقود في المواقف الصعبة اللي هتواجهنا. لما هتغيري طريقة تفكيرك هتعرفي تغيري سلوكك بشكل دائم، وبالتالي نزول وزنك واستعادتك لصحتك هيبقى امر مفروغ منه، وسهل، سهل زي ما بتاخدي نفسك كده بدون لا مشقة ولا عناء. وفي اللحظة اللي هتوصلي فيها للمستوى ده هتحسي انك استعدتي حياتك ونفسك من جديد، وهي لحظة تستحق وتستاهل، لحظة انتصار رائعة. وهيكون ساعتها الدايت مش بس كان سبب في تظبيط وزنك وصحتك، انما كمان في تظبيط مشاعرك وافكارك وطريقة مواجهتك للمشكلات وسلوكك وحياتك كلها. انا عمالة احمسك اهو، واعتقد بعد كل الاوديوهات اللي انتي سمعتيها في المقدمة وصلك الصورة الكاملة احنا هنعمل ايه مع بعض على مدار الكورس، واتحمستي ان انتي تبدأي. فحضري ادواتك ويلا نبدأ على بركة الله.